السلام عليكم، والله يصبحكم بالخير. حديثنا في الفقرات الماضية كان حول آراء العلماء والأدباء في قبيلة بني رشيد العبسية، ولم ينتهي بعد. فهناك أكثر من 30 راوي وكاتب وباحث ذكروا قبيلة بني رشيد في كتبهم ومقالاتهم التاريخية. هذا وغير من ذكر قبيلة بني رشيد من أبناء هذه القبيلة العريقة. وكي لا نطيل عليكم في هذه الجزئية سنكتفي بما مضى. فيعتبر ما ذكرناه أقدم المواثيق التاريخية في ذكر قبيلة بني رشيد الأبسي. واليوم سوف ننتقل معكم إلى جزئية أخرى، وهي تأكيد حفاظ قبيلة بني رشيد على منابت أصولها الغطفانية. ففي الغالب ما تحافظ القبائل العربية على أوطانها، خاصة إذا كانت من القبائل المنيعة. فقانون البادية قديما الأرض ثم العرض. ومن الأشياء الفادحة لديهم أن تسلب لهم أرض أو ينتهك لهم عرض. فديار قبيلة بني رشيد في الوقت الحالي لا تخفى على الجميع. أما للتأكيد بأنها توارث عبسي غطفاني بحت، تابعونا. كلنا يعلم بأن حرة النار هي حرة غطفان وعبس سابقا، وهي الآن مجموعة من الحرار تسمى بحرة بني رشيد. وهذا الشيء لا يخفى على من هو ملم باستيطان القبائل القديمة وبقاياها الحديثة. وما زالت تسكنها قبيلة بني رشيد، محافظة عليها منذ امتدادها الغطفاني. فالتوارث ليس له علاقة ببعض الألفاظ التي أتت زورا وحقدا وبهتانا على هذه القبيلة. وزيادة على التأكيد من الموروث القديم للحديث، ما جاء من شعراء قبيلة عبس غطفان قديما. فمن ديار قبيلة بني رشيد العبسية في وقتنا الحالي روضة الأجداد، أو ما تسمى بروض بن هادي، والتي ذكرها الشاعر الكبير عروة بن الورد العبسي قائلا في أبيات له: فلا والت تلك النفوس ولا أتت لي روضة الأجداد وهي جميع. وأيضا من مناطق قبيلة بني رشيد في الوقت الحالي آبان، التي يسكنها ربعنا المضابرة من قبيلة بني رشيد العبسية، التي ذكرها أيضا الشاعر الكبير عروة بن الورد قائلا في أبيات له: ألم تعرف منازل أم عمرو بمنعرج النواصف من آبان. وأيضا ما ذكره الشاعر والفارس عنترة بن شداد في شعر: قال الثواء على رسوم المنزل بين اللكيك وبين ذات الحرامل. واللكيك وهو جبل الأكليل بجوار الراس الأبيض، والحرامل شعيب من شعبان الحرة. وأيضا الثمد أو السهمد قديما، والتي قال فيها عنترة بن شداد: بين العقيق وبين برقة ثهمد طلل لعبلة مستهل المعهد. وهناك من الذكر الكثير، ولكن هنا انتهى بنا المقام.